ومباشرة ينضم إلينا من جدة المخرج الأمريكي بنتلي براون. صباح الخير يا بنتلي. مرحب بك بالسوداني. يا سلام. صباح الخير، كيف حالكم؟ طيبين؟ طيبين. احنا تعرفنا عليك بشكل سريع من خلال طبعا تقرير زميلنا حسن، بس حابين نتأكد يعني، لأنه هي صعب إنه أنت شكلك أمريكي، أنت من أبوين أمريكيين، انولدت حتى في أمريكا في دالاس تحديدا. كيف أتقنت اللهجة السودانية رغم أنك ما عشت في السودان غير سنة ونص فقط؟ والله أول حاجة حتى أنا نفسي شاكي أني أمريكي أصلا. بس المهم أنا في الطفولة مشيت تشاد، أبوي وأمي كانوا شغالين هناك مع منظمة إنسانية. عمري 11 سنة في الفترة ديك، فبديت بتعلم اللهجة التشادية. بعد ما درست الجامعة في أمريكا رجعت السودان عشان بشتغل، ولقيت أن اللهجة السودانية قريبة جدا من التشادية. فكده طيب. أتقنتها يعني. طيب بنتلي، بسألك كمان، أنت الآن ساكن في جدة ومستقر في مدينة جدة في السعودية. منذ متى أنت انتقلت في جدة، وكيف وجدت الحياة هناك، وإيش تعمل كمان؟ والله سؤال حلو. أنا جيت جدة هسه عندي سنة ونص. جيت عشان بدرس هنا في جامعة خاصة، صناعة الأفلام وكتابة السيناريوهات. فخلال السنة ونص دي لاحظت المجتمع هنا جدا متنوع الثقافات والهويات وحتى اللغات، وده شيء بالنسبة لي حلو جدا. بكمل الدوام وبطلع على طول بالبسكليتة بالدراجة كده في بس أي جامعة تدرس؟ جامعة عفت. ممتاز. تدرس صناعة الأفلام وكده صح؟ أيوة، ووسائل الإعلام التفاعلية كمان. طيب بنتلي، في مقطع أنت حطيته على حسابك في انستغرام، كان طريقة وضحت فيها احتجاجك على قرار ترامب بمنع مواطني 7 دول من بينهم السودان دخول أمريكا. كان صراحة شوي مستفز لأنك كأنك حاولت حرق جوازك. خلينا نشوف المقطع. تمام. انتوا معك ولا؟ اديني ولا يا اخي. يا زول انت مجنون ولا شو؟